بمجرد الانتهاء من تهيئة هذه الشرفات سيتمكن المواطنون من الاستمتاع بمنظر خليج الجزائر. كانت هذيك لابرومناد شويه هكذا قديمه وشفت بلي الغاشي يقصدها بزاف، يجي بزاف ويحب يشوف يعني المنظر هكذا لا بيدالجي وحاجه شابه ما مليحه تكون رينوفي. كذلك تزيد كما نقولوا منظر جميل هنا للجزائر العاصمه، ومليحه للمواطن يجي يتنزه مع العائله تاعو. مع المشروع لم يقتصر في مجمله على الشرفات فقط، بل هناك أيضا أروقة وممرات للراجلين تمكنهم من المشي داخل المنتزه على طول مسافة 3 كيلومترات. مشروع منتزه الاستقلال الذي يربط بين مقام الشهيد وصابلات عبر حديقة التجارب، مرورا بالمعالم التاريخية والثقافية، دار عبد اللطيف وكذا المركز الوطني للفنون الجميلة. يتكون المشروع من إنجاز عدة شرف مطلة على الواجهة البحرية ذات مساحة متوسطة ما بين 22 و 21 متر كاري، بالإضافة إلى إنجاز un trottoir pour les piétons en porte-à-faux sur un linéaire de 300 mètres. في هذا الجزء من المشروع يتم تهيئة فضاء رياضي ثقافي ترفيهي مجهز بمسرح في الهواء الطلق وملاعب وممرات تجعله الرابط بين حديقة التجارب الحامة ومنتزه الصابلات من خلال تشييد ممر علوي للراجلين. لقد جمعنا النشاطات الأربعة هنا: الجانب التاريخي والمنطقة الرياضية والمنطقة الفنية وفضاءات للعب الأطفال. من الكوتي هذا حبينا نديروا شغل ستيل تاع لا ناتور باسكو تابع الكوتي هذا، ومنا نروحوا في ستريت ارت. عند الانتهاء من المشروع في الآجال القريبة القادمة سيتمكن الزوار من التنزه مشيا على الأقدام من منتزه مقام الشهيد إلى غاية منتزه الصابلات في تجربة جديدة ممتعة.